لو انت لسه ما اخترتش شريك حياتك ستوب، اسمع الفيديو ده، اتفرج عليا قبل ما تقرر تلبس الخاتم تكتب الكتاب. ليه؟ المعايير اللي احنا اتعلمنا لغاية النهاردة نختار بيها شريك حياتنا، انا بكلم للرجالة وللستات كست او كراجل، المعايير اللي احنا اتعلمناها معايير كويسة بتلبي طلبات المجتمع والصورة بتاعتنا قدام خلق اللي حوالينا، ولكن لما الباب بيتقفل علينا ونلاقي نفسنا معاه لوحدينا، اللي بيحصل لنا ان احنا بنلاقي نفسنا بنلطم. لماذا؟ لاننا اخترنا بمعايير غلط. علشان كده بقول ان اللي لسه ما تورطش ستوب. نبتدي نشرح لكم ليه بنعمل ستوب. لما احنا كنا عيال صغنطوطين، بابا وماما عملونا بطريقه معينه على قد ما يقدروا، على قد علمهم وثقافتهم العاطفيه، بمعنى اكتر، بطريقه صحيحه اكتر، على قد جهلهم العاطفي، عشان احنا كلنا لسه جهلة عاطفية بنتعلم. فقالوا لنا مثلا ايه؟ انت خايف من ايه؟ ما تخافش، مفيش حاجه تخوف. فانا اتعلمت اعمل ايه في خوفي؟ ابلعه. ولما بلعته وديته فين؟ حطيته في ايه؟ في القرحه اللي جات لي وانا كبير. مثلا انا مزوداها قوي، مقفره فيها قوي عشان تحاولوا تفهموني قوي. بمعنى انه مفيش اي حاجه احنا حسينا بيها وقالوا لنا نحس بحاجه تانية او احساسنا فيها مش مقبول، ما حشرناهاش في حته غير مهضومه جوه جسمنا، يا في حته في مصراننا، يا في حته مش بتعمل لنا بعكوكه في المراره بتخلينا مش عارفه ايه، يا اما بتخلينا دمنا ما يبقاش فيه، ما بيجريش كويس. كل اللي احنا حسيناه واقف في زورنا بطريقه ما. الاحتياجات العاطفيه بتاعتنا اللي اترفضت، يعني مثلا لو انا كنت خايف وانا صغير، انا كنت محتاج شويه امان، او محتاج ان حد يحاول يفهم ايه المعضله اللي عندي والضعف اللي عندي ويساعدني ويقف جنبي علشان خاطر اطلع منه. مش يقول لي ما تخافش، مش يقول لي الخوف ده للبنات لو انا راجل مثلا، او يقول ايه انت خايفه من ايه، مفيش اي حاجه تخاف منها، يلا 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 يلا. او لو انا بخاف من الضلمه يقفلوا عليا الاوضه ويقول لك ما بعد 3 ايام هتبطل تعيط وهتعمل. بعد 3 ايام بطلت تعيط، بس عملت انكار فظيع لخوفها. فلما احنا بنختار شريك حياتنا، البعاكيك اللي جوانا دي عامله زي المغناطيس، بتروح تجيب لك البنت الحلوه اللي انت قررت تتجوزها، اللي مناسبه لمعايير العيله والمجتمع، ومش عارفه عندها ايه وباسمها ايه ومن عيله ايه واهلها مش عارفه مين وناس طيبين والكلام اللي احنا متعودين عليه ده. نفس الحكايه بالنسبه للبنوته، شكلها حلو ومش عارفه ايه، مرحه ومفرفشه وتعرف تخدم جوزها الحاجات اللي احنا متعودين عليها دي. فانا بقول لكم ان البعكيكه والبعاكيك اللي جوانا من واحنا صغيرين بتاعت كل الحاجات اللي احنا انكرناها، نسيناها، لغيناها، هي اللي بتشتغل زي المغناطيس وتختار لك شريك حياتك اللي انت من بره شايفه مناسب قوي وقررت انك انت تتجوزه. فايه اللي انا بقول لكم عليه بمعنى اخر؟ بقول لك انه علشان تعرف اذا كان البني ادم ده يناسبك بجد
او مش بيناسبك بجد، اللي انت محتاج تعرفه وتبتدي تبص عليه مش اذا كان ابن ناس بس، مش اذا كان عنده فلوس قد كده عشان يجيب لي الثلاجه ولا الغساله البوش اللي انا عايزاها، مش هيعمل الفرح في اني لوكاندا. الحاجات دي مهمه لكن مش هي الحاجات الاساسيه. الحاجات الاساسيه اذا كان البني ادم اللي قدامك ده بيسمعك، بيعرف يلبي احتياجاتك العاطفيه. وطبعا عشان يلبي احتياجاتك العاطفيه انت لازم يكون عندك اتصال باحتياجاتك العاطفيه، انت لازم تكون متعرف على احتياجاتك العاطفيه. وبالتالي عشان كده انا بقول لكم على اننا لازم نتعرف على الخريطه العاطفيه بتاعتنا، عشان لو احنا مش عارفين الخريطه العاطفيه بتاعتنا صعب علينا ان احنا نقدر نعمل نعرف احتياجاتنا احنا مستنيين فارس الاحلام اللي هيلبي احلامنا. احلامنا عباره عن يا جماعه؟ اسقاطات المأساة اللي احنا عشناها واحنا صغيرين. انا متأسفة قوي ان انا قتلت الرومانسية. الاسقاطات اللي احنا عاملينها هي اللي مخليانا نبني في دماغنا فارس الاحلام. ففارس الاحلام فيه توقعات. الراجل او الست لما بيجوا يقدموا نفسهم للجواز مع الخطيب مع الرفيق مع الواتيفر، اللي بيحصل ان احنا بنقدم احلى صورة لنفسنا للبني ادم اللي قدامنا، زي ما تقول الكارت بتاع المقابلة. لما الباب بيتقفل علينا بعدين لما اتجوزنا بقى، خلصنا بقى من موال بقى بتاع مش عارفه الفرح والكلام والشبكه والفلوس والكل اللي احنا متباهيين بيه قوي ده، اللي بيتقفل الباب عليه ده احتياجاتنا العاطفيه. وكلنا عندنا احتياجات واقعه، وكلنا عندنا طرق انكار، وكلنا عندنا طرق الغاء، وكلنا عندنا طرق هروب، وكلنا عندنا احتياجات مش متلبيه، وكلنا عندنا مخاوف، وكلنا حاسين ان اللي قدامنا ما بيسمعناش شويه وبيسمعنا شويه وكلام من ده. فاللي انا بقول عليه نبتدي نركز في ده، نلاقي بص البني ادم اللي قدامنا ده بيلبي ده ولا لا. لو انا لقيت ان البني ادم ده بيلبي احتياجاتي كتر خير الدنيا، يبقى اخش عليه. لو انا لقيت البني ادم ده ما بيلبيش احتياجاتي اخد الباب واهرب واتعرف على نفسي وادور على احتياجاتي واتعلم ازاي اطلبها او اتعرف على مين اللي يقدر يلبيها، وبالتالي اقدر اجذب الي صنف بني ادم مختلف. في ناس اتورطت ومش هتقدر ترجع، عايزين حل. هقول لكم الحل الحل انكم تشوفوا الحته اللي انتوا مزنوقين فيها مع شريك حياتكم هي في حاجه او حاجتين كل مشاكلكم بتدور عليه. بس والنبي ما تقوليش اصل بقول له نزل الزباله وما بينزلهاش، بقول له مش عارفه اعمل واجبات مع العيال ما بيعمليش. كل الكلام الفاضي ده بيعبر عن الحاجات الحقيقيه اللي بتحصل لنا اللي احنا مش دريانين بيها. ماشي؟ فاحنا عايزين ندور على الحاجات الحقيقيه اللي احنا مش دريانين بيها. هي دي المشاكل العاطفيه الحقيقيه، مش ما بيعملش العيال، ما جابليش ورد في عيد ميلادي، نسى يبص على تسريحه شعري. بلاش الكلام اللي هو ولا بيجيب ولا بيودي ده. فالناس اللي معاها شريك حياتها وعندها مشاكل حقيقيه مع شريك حياتها، بدل ما تقعد تركز ان عايزين البني ادم اللي قدامنا يتغير، وانا قلت الكلام ده قبل كده وقلته مليون الف مره واعيده مليون الف مره تانيين، اللي احنا محتاجين نبتدي نعمله اقول اللي هو بيعمله مأثر عليا ازاي. لاني لو فهمت مأثر عليا ازاي بيحسسني بايه، هبتدي اتعرف على نفسي وابتدي ادور على طريقه اطلع بيها من المشكله. من قيمه يومين واحده ست حلت خوفها بانها انا مش فارق معايا. فجاء في يوم من الايام وراحت جوزي ما بيعملنيش كويس ومفيش بيني وبينه علاقات جنسيه من قيمه 5 سنين، فانا قررت اطلقه. انت مستعده للخطوه دي؟ طبعا انا مستعده للخطوه دي. قلت لها ماشي، انا طبعا انا عارفه الحته اللي هي واقعه فيها جوه. فقلت لها هحطي جوزك قدامك، تخيلي، غمضي عينيكي وحطي جوزك قدامك وتخيلي انك انت طلبتي الطلاق، وتخيلي نفسك لقيتي شقه جميله وخدتي عيالك ورحتي قعدتي فيها، وانتي نازله جارتك راحت بصلك من فوق وتحت وسمعتيها بتقول
هو احنا ناقصين في العماره دي مطلقات؟ وقولي لي بيحصل في جسمك ايه؟ قالت لي كشيت من جوه. اكتشفت لما احنا ابتدينا بقى نتعامل مع موضوع الكشاشان اللي جواها ان هي ابوها وامها اتطلقوا، ولما اتطلقوا لما كانت بتروح المدرسه في بنات عايروها، فهي عندها جزء منها كاشش خايف حاسس بالعار من موضوع الطلاق. الست دي لو اتطلقت من غير ما تحل المشكله دي هتعاني ولا مش هتعاني؟ فاهمين انا عايزه اوصل لايه؟ ان احنا ده مثل محتاجين ان احنا نتعلم ازاي نحل اللي جوانا علشان نقدر نحط نفسنا في مكان اللي بيحصل حوالينا ما يأثرش علينا في القرارات اللي احنا بنعملها. بالطريقه دي نبتدي نتعرف على احتياجاتنا. الست دي احتياجها الحقيقي ان هي تتخلص من العار، ده الاحتياج الحقيقي. انا مش فارق معايا، انا قدها وقدود. دي الطريقه اللي هي اتعلمتها كديفنس علشان تتعالى فيه على العار. فاهمين اللعبه عامله ازاي؟ هي دريانه بس بالحته اللي فوق دي، انا مش فارق معايا، انا يلا بينا انا هطلق. مش دريانه بالقصه القديمه اللي ليها دعوه بالعار واللي حصل لها في المدرسه وابوها وامها ومش عارفه ايه. لغايه لما نحل القصه دي الطريقه بتاعت انا مش فارق معايا مش هتجيب النتيجه اللي هي عايزاها. فهو ده اللي احنا محتاجين نعمله. احتياجاتنا العاطفيه محتاجين نبتدي نتعرف عليها عشان نعرف البني ادم اللي قدامنا يقدر يلبيها او ولا لا. واذا كنا اتورطنا ومعانا شريك حياتنا وشريك حياتنا ونطلع عنا ان احنا نبقى نعرف ازاي نقدر نتعامل مع تأثيره علينا عشان ننمي جوانا الحته اللي واقعه فينا، فهنلاقي نفسنا على طول ابتدينا نتعامل مع المشكله اللي مع جوزي او مع مراتي بطريقه مختلفه. سلام.